مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم معنا مره تانية. فقرتنا القادمه، فقرتنا الرئيسيه، وحديث حول العلوم والاداب في مصر القديمه. لا تبنى اي حضاره، لا يبنى تقدم الامم الا بالاعتماد والتطوير اللي بيتم في هذين المجالين، العلوم والاداب. ماذا عنهم؟ ما التطوير الذي دخل عليهم؟ كيف استعان المصري القديم في هذه الحضارة بالعلوم والآداب في بناء حضارته القديمة، ومن ثم تواصلت هذه الحضارة لآلاف السنين. بسعدنا أن يكون معنا في هذه الفقرة الباحث الأثري الأستاذ إسلام زغلول. أهلا بك معنا، صباح الخير. اهلا بك يا استاذ هاني وبكل الساده المشاهدين. طبعا كلنا نعلم أن المصريين كانوا بارعين في العلوم والآداب معا. بداية تعاملهم مع العلوم والآداب وكيفية تطورهم، أيهما بدأ قبل الآخر؟ هل بدأ معا أم مثلا العلوم بدأت ثم جاءت الآداب أو العكس؟ طبعا لا يبنى اي علم بدون طبعا قيم علميه وقيم ادبيه، والكاتب المصري كان هو الاساس. الكاتب المصري هو قامت عليه الحضاره المصريه القديمه، ومن خلال الكاتب والعلم قامت العلوم وقامت كل الحرف والصناعات وجميع التخصصات. عندنا مثلا في الاسره الثالثه بوادر التاريخ المصري القديم، عندنا اول باشمهندس في التاريخ إمحتب بنى الهرم سقارة، حول البناء تماما من طين لبن ودعامات خشبية إلى حجر، وبنشوف هرم سقارة دلوقتي شاهد على ده. بل بدع المصري القديم كمان بالترميم هرم سقارة في الأسرة 26. الهرم نفسه الفراعنة رمموه في الأسرة 26، نفس الهرم المدرج. لما تخش حضرتك الهرم بقى المدرج هتشوف الأخشاب ازاي المصري القديم رممها. كان بيقع علشان يحمي حجرة الدفن. عمل له دعامات خشبية كنوع من نوع علم الترميم في البوادر، وده بنشوفه كمان مع ابن رمسيس الثاني، وبنشوف ازاي هو أخا عمواس ازاي هو أول مرمم في التاريخ. طيب يعني أنا دلوقتي لما أجي أتكلم على يعني مثلا أنا كمعماري أو العمارة بشكل عام، أنت بتاخد من سبقوك وبتنفذ هذه النظريات في اي شيء معماري. ده الطبيعي اللي بيحصل دلوقتي. ولكن انا الاولاني، مصر القديم هو الاول طبعا. الافكار جات له منين؟ درس ايه علشان يوصل للي هو عمله ده؟ درس الهندسه دي كانت طب مين اللي عمل الهندسه؟ ما هو ده علم هو اللي بينشئه. ما هو الكاهن المصري القديم كان هو يدير البر عنخ، والبر عنخ كانت هي المدرسه في نظر المصري القديم. والبر باللغه المصريه القديمه البيت، عنخ الحياه، بيت الحياه كان هو المعبد. كان الحياه المصغره في نظر المصري القديم فيها المدرسه وفيها الجامعه وفيها كل شتى انواع فروع الحياه. فالطفل بيدخل المدرسه في البر عنخ، بيدرس الهندسه، بيدرس الطب، بيدرس العماره، انواع الادب العلوم في البر دي. فبيطلع مهندس. عندنا نفرمات بني أهرام الملك سنفرو في الأسرة الرابعة، نفرمات مهندس أخطأ في زاوية الميل للهرم الأولاني، الهرم المنكسر، لأنه ده إنسان يخطئ ويجيد، عكس ما يقال للجن لو كان جن أو سحر أو ماجيك كان بقى مثالي بالظبط. لكن عمل الهرم الشمالي الثاني طبعا حاجة قمة الروعة، مثال. جه ابنه حم إيونو بنى هرم ابن سنفرو خوف. يعني الأب ورث ابنه الهندسة، نفرمات خلف ولد راجل اسمه حم إيونو، ده المهندس اللي قدم لنا الهرم الأكبر. اتعلم من خطأ أبيه نفرمات فبنى لنا الهرم الأكبر. الناس فاكرة إن حم إيونو هو اللي بنى الهرم بالكامل، لكن أعتقد يعني بعض الدراسات بتقول ان حم إيونو مات في اواخر الهرم. جه بعده مهندس اخر اسمه عنخف اللي كمل الهرم وبنى هرم ابنه خفرع. علوم الهندسه، بل علوم ايضا كمان بروح لاكثر من كده، علوم الفلك يا استاذ هاني، ده علم يعني جدير بالاهتمام ومثير جدا. ازاي المصري القديم توصل للاجرام السماويه، ازاي عرف يقسم السنه الزراعيه، ازاي ايضا كمان عرف عدد الايام والشهور. كانت السنه بتتمثل في 360 يوم، يتبقى 5. ضاف عندنا 5 أيام آخرين في شهر منفرد اسمه شهر النسيء. حتى في الشهور عندنا في النتيجة القبطية 5 سنوات بس في آخر رقم 13 عشان يكمل ال 365 يوم.
الطب برضو، يعني برضو الطب المصري القديم كان متطور ومتقدم جدا في موضوع الطب. برضو ده كان بيدرس داخل من خلال الكهنة في المعابد. طبعا، يعني هو الكهنة هم كانوا يعني متوليين العملية العلوم تعليمية التعليمية كلها. فاحنا عندنا برديات تبرهن على كلامنا ده، مش بنزايد على الحضارة المصرية ولا بنجمل فيها، لكن احنا عندنا الآثار المصرية هي خير من ترد على كل المشككين. عندنا برديات عديدة جدا في البرديات الطبية، مثال بردية إبرس، بردية كاهون خاصة بأمراض النساء، يعني المصري القديم وصل لأمراض النساء كمان. عندنا أمراض اتشخصت في البرديات وتم علاجها فعلا. وإحنا عندنا إمحوتب أيضا كان إله الطب عند المصري القديم. لما اليونانيين دخلوا هنا مصر في الأسرة 26 عبدوا إمحوتب كإله للطب، وشبهوه عندهم بسكلوبس إله الطب في عند اليونانيين. فالأطباء في مصر القديمة يعني لهم باع كبير جدا في عمليات التحنيط، في عمليات الطرف الصناعي، في عمليات علاج زفرة العين وغيرها من الأمراض اللي المصري القديم توصل إليها بفضل العلم والعلوم. يعني موضوع الحضارات خدت من بعض، بس هل احنا خدنا من أي حضارة سبقتنا في بالنسبة للعلوم أو الآداب في مصر القديمة؟ للأمانة العلمية طبعا. احنا كان في تواصل حضاري وميكس جميل ما بين الحضارة العراقية القديمة والحضارة المصرية القديمة. بالمناسبة الحضارة العراقية حضارة عظيمة جدا تضاهي الحضارة المصرية القديمة. زمان كانوا بيقولوا قبلنا، فاحنا شغالين باخر اكتشاف يا استاذ هاني كما تعلم. لكن ظهرت كتابات في ابيدوس بتقول ان الحضاره المصريه اقدم من الحضاره العراقيه ب 300 سنه، فاحنا اذا اقدم الحضارات. فاحنا خدنا منهم نظام في الفن، نظام الحيوانات المجنحه، عملنا سفنكس مجنح او الهول المجنح، وعملنا الحيوانات المجنحه. ده كانت النظام ده في العراق. هم اخذوا منا نظام الهرم المدرج في البناء، الزقورات عندهم، والزقورات عند العراقيين بمعنى المعابد. بنوا المعابد نظام تدريجيا نظرا لطبيعه الارض، فاخذوا منا نظام الهرم المدرج، اخذنا منهم نظام الحيوانات المجنحه، وشفنا ازاي يعني بنعمل تبادل حضاري مع بلاد فينيقيا. اتعلمنا ركوب البحر تماما، لان هم كانوا بارعين في ركوب البحر نظرا لاطلالتهم على البحر المتوسط، وعندهم اخشاب جيده الصنع. احنا للاسف يعني ما عندناش اخشاب جيده، فكنا بنستورد الابانوس والعين. ما رحناش للصين خالص؟ لا، لو كانتش موجوده ساعتها الحضاره الصينيه. ما فيش وثائق يعني تذكر ده، يعني بعيده. ما في يعني ما بنذكرش الا ما فيش خالص وثائق او برديات مصريه قديمه تقول ان احنا تعاملنا مع الصينيين. لا، ما عندناش اي حاجه تقول ان احنا ما عندناش الا بتوع اسيا بقى، اللي احنا الشام قريبين مننا الى حد ما يعني. لكن ما فيش اي حاجه تدل على ان احنا وصلنا للصين او الصين وصلت لنا. طب يعني اجتماعيا هل المصري القديم زي دلوقتي مثلا ان لما يبقى عندك ابن بتوديه المدرسه؟ هل زمان مثلا كان في حاجه اسمها ان الابن لما يكبر شويه يروح المعبد مثلا، او كان في مدارس بتستخدمه موضوع التصنيف، ان ده يدرس في مثلا عماره، ده يدرس طب، ده يدرس، يعني يبقى يعني مين اللي بيصنف؟ حسب رؤيه الكاهن المصري. انا لسه بقول لحضرتك الكاهن المصري وهو بيتولى العمليات التعليميه، وعلماء والكتبه المصريين. يعني دايما الحكماء في مصر القديمه بتنصح ابنائها انها تطلع كاتب افضل ما ان يكون في اي وظيفه اخرى. ومن خلال قيمه التلميذ او تصنيفه العلمي ومهاراته بيصنف ان هو كان طبيب، ان كان هندسه، فابن الكاتب لازم يبقى كاتب. لكن يعني بعض الناس تقول كان التعليم قاصر على الاثرياء فقط. فانا بنفي المعلومه دي، لان احنا عندنا قصه اسمها الفلاح الفصيح. يعني الراجل ده بعت 9 رسائل في قمة البلاغة للملك والمسؤول علشان يحميه من الراجل الغني اللي أخذ منه الحمار بتاعه لما كان جاي من وادي الملح يبيع البضاعة بتاعته على الحمار في العاصمة بني سويف. فالراجل الحمار كل عود ذرة، فالراجل أخذ منه البضاعة، فبعت شكوى 2 3، الملك ما ردش، 4 5 6 7 8 ما ردش. الرسالة 9 شتم الملك وشتم المسؤول. قال له هاتوا الراجل. قال له انت ليه بتشتمني؟ قال له انا بعت لك رساله و8 ما ردتش عليا، ال9 انا زهقت. فقال له انا كنت بشوف حلاوه التعبير بتاعتك وبلاغه الصيغه، عايز رسائل اكتر، عايز رسائل اكتر عشان اشتاق ليها، وبالفعل رد له حقه. لكن هنا بس عايز اشير ان حتى الراجل الفلاح يمكن ابسط الطبقات الاجتماعيه في الهرم الاجتماعي في مصر القديمه كان متعلم. بالظبط. عندنا يعني امثله كثيره جدا الفقراء لقوا التعليم في مصر القديمه.
طيب الكهنه هي اللي بتختار مين يدرس، ولا انت كاولياء اللي هم الوالدين بيودوهم المعبد؟ هو بيودوهم المعبد طبعا. بيتعلموا اول حاجه الكهنوت، الدين والعلم والعلوم. بعد كده بيبقى فريق من الكهنه والكتبه ايضا بيدربوا هؤلاء التلاميذ، وبعد كده بيصنفوهم للجامعه. واحنا عندنا اول جامعه في التاريخ جامعه اون باللغه المصريه القديمه، عين شمس. يعني اول جماعه، ويعني شرفني طبعا ان انا بدرس فيها. فدي يعني حاجه مهمه جدا ان احنا نعرف ان احنا عندنا اول جامعه في التاريخ جامعه. كانت فين بقى، في طيبه ولا كانت لا فين؟ في عين شمس، يعني نفس المكان؟ في محيطها. في محيطها يعني ده المكان من زمان؟ نظرا بقى لان دي كانت مدينه الشمس. كانت بيعبد فيها الشمس اون، وعين الشمس ديت او مستقر الشمس. طب ده بالنسبة للعلوم. بالنسبة للآداب، الآداب كان تعليمها برضو تعاليم، ولا هي كانت موروثات بتصدرها الأسر لأبنائها يعني؟ هما الاثنين الصراحة، التعليم وموروثات. وبنشوف ده في نصائح وتعليمات بتاع حطب في الأسرة الخمسة. ازاي بتاع حطب بينصح مش أحفاده بس، بينصح يعني الأجيال القادمة. يقول له إن كنت أنت رجل رشيد كون بيت وزوجة، وإن كنت أنت رجل رشيد فساعي أمك وإزاي تخدمها. نصائح، وبنعمل بيها حتى الآن. كمل على ده الحكيم آني، وكمل بعده حكماء كثير جدا، منهم إبور كمان اللي هو قاد أول ثورة شعبية في التاريخ، وقال للفساد لا، وراح بلغ الملك. سنة كام ده؟ يعني في الأسرة الستة في نهاية الدولة القديمة بالظبط، لما قامت أول ثورة شعبية في التاريخ. كان إبور هو الشرارة اللي يقول للملك. إبور الحكيم إبور. يعني العظيم أو الرجل العجوز. ده كانت في أنهي منطقة دي برضه؟ بدأت في منف الجيزة ومحيطها، وفشت في كل أنحاء الجمهورية. لكن الملك كان يعني حكم 90 سنة، الملك بيبستان حكم وعنده 9 سنين، مات وعنده يعني حوالي 90 سنة. فالسلطة الملكية ما كانتش أفضل حاجة، فبلغ الملك، فالحاشية حشو إبور اللي هو صديق الملك. فبطريقة أو أخرى تسلل من نافذة القصر، قال للملك. الملك بدأ يعمل يعني حتى في صيغة تعبيرية طعم العسل في الفم بقى مر من كتر الفساد فيه، عشان يوصل للملك. فالملك بدأ يصلح، لكن كانت الثورة انتشرت. وهنا إبور وضع يعني قوانين للسلطة الحاكمة أن تجعل النار بردا وسلاما على الشعب. وده يعني اللي إبور غير طبقة المثقفين خالص، وأنشأ طبقة جديدة من المثقفين، وقال إن كل فرد إنسان من حقه يقابل أوزوريس في العالم الآخر. لأن أوزوريس كان قافل بس أو قاصر بس على الملوك. لكن بدأنا دام أنا بفعل الخير، بحب بلدي، ببني، براعي أسرتي، ما بلوث ماء النيل، من حقي أدخل الجنة في نظر مصر القديم، وقابل أوزوريس علشان يصحبني للسماء. ده انعكس على الحياه الاجتماعيه في مصر بعد كده. انعكس بقى، وبدانا المصري يعرف ازاي هو له ايه وعليه ايه، وازاي ايه هي الشروط اللي موجوده علشان يقدر يعيش بيها في بلده دي. وبنشوف ده في الاسره ال 11 و12، بنشوف ازاي تمتعت الناس بثقافات عديده جدا. منظومه الحقوق والواجبات اللي على المواطن المصري القديم، مصدرها كان المعبد ولا مصدرها كانت الحياة الاجتماعية اللي بيعيشها؟ الدين، الماعت. كان عندنا إلهة الحق والعدل بتحط قوانين من الفرعون إلى الطبقة السفلى للشعب المصري القديم، والكل بيستمع لها. ده شيء مهم جدا. وأنا عايز أقول إن العلوم في مصر القديمة خدمت العقيدة، خدمت الدين. طب خدم التحنيط علشان البعث والخلود. علوم وعمارة، أنشأنا الأهرامات والمقابر علشان يخلط فيها أبدا. هندسة ورياضيات عشان المعبد عايز يتنشئ، مش والسلام. ده لازم الكاهن يشوف نجم الشهر اليمنية ويشوف أي تخطيط بالظبط النجم ده. يجي الراجل المهندس يخطط ويشد الخطوط، يجي الراجل العمار، يجي الراجل الديكوريشن بتاع الرسومات بقى. والكلام ده كله كان بيبقى فيه ميكس فنوني جميل جدا مع المصري القديم. ويمكن مكتبة الإسكندرية قديما شيء يعني يدعى للفخر. يعني بعد ما التاريخ المصري القديم انتهى، بدأنا في حقبة البطالمة، وبنشوف مكتبة الإسكندرية. يعني عايز اقول لحضرتك يا استاذ هاني ان البردي كان قاصر على الاغنياء، كان صعب. ورق البردي كانت تكلفته عاليه جدا، كان قاصر على الاغنياء. الطالب الفقير بيكتب على استراك الفخار، فالطالب الغني ممكن يكتب على بردي لأن الفخار متوفر. طيب لما مكتبة الإسكندرية تحتوي على كم كبير جدا من الكتب واللفافات، يعني عايز أسأل حضرتك يعني بشكل ودي، تتخيل مكتبة الإسكندرية قديما كان فيها كم كتاب؟ اللي اتحرقت؟ لا، أقدم بقى منها في عهد البطالمة.
كان فيها مثلا كم كتاب في ظل البرد غالي، وفي ظل يعني اضرب رقم 1000 2000 10000. انا كنت اعرف الرقم حوالي 20 او 30 الف. 20 كان فيها نص مليون كتاب. نص مليون. كانت مصر مناره ثقافيه لكل ورغم ان من البرد كان غالي، ورغم كان غالي، بس كان في اداره بقى جميله في اداره مكتبه الاسكندريه. انا كراجل دارس من بره باجي ادرس في مكتبه الاسكندريه وجامعه الاسكندريه قديما، معايا كتب باخدها منك لو سمحت، بطبعها نسخه تبقى الاصل، بديله النسخه واخد الاصل منه عشان واحتفظ بيه عندي. عشان كده بدانا نحفظ نص مليون كتاب في مكتبه الاسكندريه. هو كان في اكتر من مكتبه اسكندريه، ولا هي المكتبه الاسكندريه دي هي اللي اتحرقت في العصر البطلمي؟ لا بقى، يبقى تتوالت العصور بقى، وبعد كده يعني لان اي حضاره عايز تدمرها احرق ثقافتها، احرق الكتب. احنا بنشوف يعني ده كان بفعل فاعل يعني. طبعا، علشان يعني حتى بنشوف ده في العراق، يعني مش باثر زلزال ومش عارف اذا ما هو طبعا مدينه الاسكندريه تعرضت لزلزال، راح ضحيتها المناره وبعض الكتب، لكن الحريق غير الزلزال طبعا. بس انا اللي مستغربه ان ليه مكتبه اسكندريه؟ ليه ما كانش مثلا في العواصم القديمه؟ ليه ما كانش في طيبه مكتبه؟ ليه ما كانش في منف مكتبه؟ ليه اسكندريه؟ العاصمه، ما هي كانت العاصمه في عهد البطالمه. الاسكندر لما اسس مدينه الاسكندريه في قريه اسمها راكوده وجزيره اسمها فاروس في البحر المتوسط، ردمهم على بعض وسماها الاسكندريه. بدانا نطورها، بقت الاسكندريه نظرا للاسكندر الاكبر. وبدات مساعده بطليموس الاول يبدا يعمل فيها المكتبه، المناره، علشان ترشد السفن ليلا، وكانت مناره ثقافيه وتجاريه هامه جدا. لكن كان في المعبد مكاتب صغيره. بشكرك جدا لهذا اللقاء، دايما بنسعد بيك، ويمكن بالاضافات اللي بتضيفها لنا. الباحث الاثري الاستاذ اسلام زغلول، نورتنا النهارده. اشكرك يا استاذ. مشاهدينا في كل مكان، استمتعنا بوجودنا معاكم النهارده، على وعد دائم بلقاءات اخرى قادمه. انتظرونا غدا وفريق عمل جديد. بنصب عليكم.